احنا بنسميها دلع، بس الطب بيسميه تدمير بالبطيء، التغذية الغلط للأطفال. عمركم سألتوا نفسكم هو ليه ابنك بيصحى مصدع، مش مركز، بيعيط على حاجات ملهاش لازمة، طب بياكل كتير وبرضه ضعيف جدا؟ ولو سألت الأم هتقولك ده مش بيحب الأكل، بيحب بس البطاطس والسناك والعصير والحاجات الجاهزة دي. هنا بقى التويست، مش الطفل اللي مش بيحب الأكل، ده جسمه اللي اتبرمج غلط. عارفين ليه؟ الطفل مش كان صغير بياكل وبيجري ويلعب بس، الطفل مخ في مرحلة البناء، الطفل مناعة بس في مرحلة التأسيس، الطفل هرمونات بس بتتشكل، الطفل معدة ما تستحملش السموم، والطفل دماغ بتحتاج لبنزين. بس احنا أول ما يعيط ادي سناكس، أول ما نخرج اديله عصير، أول ما نزهق أو هو يزهق ادي شوكولاتة، أول ما يطلب حاجة ادي بطاطس. ولما يكبر نسأل هو بقى عنيف كده ليه؟ هو مش مركز، بيرجع من المدرسة تعبان. معظم المشاكل السلوكية بتاعة الطفل للأسف، مش كلها يعني، مرتبطة بالأكل. دراسات اتعملت 21 وسنة 22 و23 كلها بتقول إن 38% من مشاكل السلوك الأطفال من التغذية الغلط. هي إيه التغذية الغلط؟ يعني إيه أصلا تغذية خاطئة ولا تغذية غلط؟ مش لازم تكون على فكرة أكل وحش، ممكن تكون أكل بيت، ممكن تكون أكل كتير، أو أكل غلط في الوقت الغلط. أكتر حاجة بتدمر الطفل السناكس معروفة، شيبسي بقى، دوريتوس، شوية الكيك الجاهز، الحاجات العجيبة اللي من بره، وطبعا العصاير الجاهزة حتى لو مكتوب عليها يا جماعة من غير إضافة سكر، للأسف هي مواد حافظة وحاجات متركزة على بعض. الشوكولاتة اللي هي بتاعت كل شوية وكل يوم للأسف بتبوظ الأنسولين. الجانك فود اللي ما ينفعش مع الأطفال، اللي هو عبارة عن بطاطس، برجر، وناجتس، زيوت مهدرجة ودهون وملح وبلاوي سودا. أصل في أمهات تيجي تقول أصل أنا ابني مش بيحب ياكل كتير، ما ابني مش بيحب الأكل. لا، هو ده مش حاجة طبيعية على فكرة، والأكل كتير جدا. فتيجي تقول الأم ده بياكل حلو قوي بس وزنه قليل. ما هو ده سوء امتصاص. ليه؟ التغذية الغلط على الطفل تعالوا نشوف بتأثر على إيه. بتأثر على المخ. عارفين ليه؟ 80% من شبكة الأعصاب بتاعت المخ بتتبني من أول ما يتولد لحد 6 سنين. فلو البنزين غلط النتيجة غلط. قلة التركيز، الدراسات بتقول إيه؟ إن الأطفال اللي بياكلوا سكر كتير تركيزهم بيقل بنسبة 45%. الميموري لوس عندهم، الذاكرة الضعيفة. السكر العالي هو اللي بيبوظ خلايا المخ. النشاط الزيادة الهايبر اكتف ده مش دايما شخصية على فكرة، ساعات بيكون سكر وألوان مواد حافظة. العصبية الشديدة اللي عند الطفل ده تذبذب بس في سكر الدم، مرة عالي مرة واطي، فبيعمل له مود سوينج وهو لسه عيل. طفل، بلاش كلمة عيل دي لأنه بيبقى طفل. السكيلز بتاعته اللي اتأخرت، التأخير في مهاراته دي جاية منين؟ هي محتاجة بروتين أصلا وأوميجا ودهون صحية علشان يعرف يبقى عنده مهارات. تأثير التغذية الغلط على المناعة بتاعت الطفل، انتوا عارفين بتيجي منين؟ انتوا عارفين المناعة أصلا بتتأسس إمتى؟ أول 10 سنين عند الطفل المناعة بتتأسس. فلو جينا لأول حاجة، السكر بيقلل المناعة بنسبة 60% لمدة 5 ساعات، وده مثبت علميا على فكرة. الطفل لو بيشرب عصير كل شوية شكرا، الجسم بيقعد في حالة ضعف على طول. طيب نقص الزنك، العيال اللي بيجي لها برد كتير، الأطفال اللي بيبقى بيجرحوا وتلاقوا دايما إن الجرح عندهم بيلم بس ببطء قوي، زنك قليل. شهيتهم اللي على طول مش موجودة، زنك قليل. ضعف النمو، زنك قليل. التغذية الغلط، نقص الحديد، والغالبية عندهم نقص حديد ومحدش واخد باله. تأثير التغذية الغلط على الهضم للأطفال كارثي. عدوا كده: إمساك، انتفاخ، مغص، ارتجاع، نقص الإنزيمز اللي في جسمهم، البكتيريا الضارة اللي بتبقى نسبتها عالية جدا أكتر من البكتيريا النافعة، الديدان، الغازات، كل دي. طب إيه أكتر أسباب تعمل الحاجات دي في الهضم عند الطفل؟ السكر، اللبن الكتير، الزيوت المهدرجة يعني شيبسي، والمية للأسف القليلة. فتأثير التغذية الغلط على النمو رهيب. انتوا عارفين ان التغذية الغلط
بتعمل ضعف في الطول، لأن الطول محتاج بروتين وزنك وفيتامين دي اللي هو الطفل ما خدهمش أصلا. طب ضعف الوزن، مش معنى إنه بياكل كتير فإنه بينمو. النمو عنده ممكن يبقى بياكل حاجات كتير بس كلها غلط فما فيش نمو. والكارثة الكبرى اللي بقت منتشرة دلوقتي سمنة الأطفال، دي أخطر بكتير جدا من سمنة الكبار. ضعف العضلات، ليه؟ لأنه ما بياكلش بروتين. عدم وجود بروتين يعني العضلات نفسها مش هتتعمل. انتوا عارفين ان التغذية الغلط بتأثر على المشاعر وسلوك الطفل؟ دي حقيقة. يعني تعالوا نشوفهم كده: العصبية الكتير، العياط اللي من غير سبب، الصريخ، الغضب ونوبات الغضب اللي بتيجي للأطفال، الخوف، الكسل والنوم المتقطع، وللأسف اكتئاب الأطفال اللي موجود بس محدش واخد باله، الاعتماد على الأكل عشان نعوض المشاعر. للأسف دي كارثة. الطفل بيبقى حساس جدا للسكر فلازم نخلي بالنا. ايه أسوأ 10 أكلات للأطفال؟ للأسف كلهم الأطفال بتاكلهم: شيبسي، النودلز، العصير الجاهز، الشوكولاتة اللي كل شوية، الكيك الجاهز، الناجتس، السوسيس والسجق، البيبسي، الجانك فود والكورن فليكس، للأسف عشان السكر العالي اللي فيه. طيب هو ايه أفضل أكل للطفل؟ الأكل العادي، بروتين، بيض، فراخ، لحمة، سمك، فول، عدس، حاجات طبيعية. ودهون صحية من زيت زيتون، زبدة بلدي، المكسرات والنشويات لازم تبقى صحية. يعني البطاطا، الرز، الفريك، الشوفان، كل ده طبيعي. والخضار والفاكهة اللي فيهم سكر وفيهم ألياف: خيار، جزر، تفاح، موز، فلفل رومي، طماطم. وما ننساش أهم حاجة السوائل، يعني المية. مية 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 مية، والله الطفل لازم يشرب مية كويس. للأسف انتوا بتعوضوا المية بحاجات تانية وده غلط. المية هي الأساس، وفي الآخر خالص يجي العصير الفريش مش العصير العلب. تعالي انت بقى كأم كده هقولك على كام حاجة عشان ابنك وانت في البيت اعملي له عصير المناعة. طب عبارة عن ايه عصير المناعة ده؟ نجيب برتقانة وجزرة ونص ليمونة ومعلقة عسل صغيرة ونعمل له كوباية عصير حلوة. دي أنتي فايرال وبترفع المناعة بصورة رهيبة للطفل. طب عايزة تزودي تركيزه في المدرسة، عايزة تزودي تركيزه في المذاكرة، يفطر فطار حلو: بيضة ومعلقة جبنة قريش، رشة زعتر وزيت زيتون، بروتين مع دهون صحية للمخ، فطبعا هيركز. المشروب ده بقى حلو جدا للطفل وبيجيب نتيجة من أول مرة بعد ما بيخلص الكوباية. للأطفال اللي عندهم إمساك هتجيبوا تمرتين ومعلقة شوفان ومية دافية وزيت زيتون ربع معلقة صغيرة ومع بعض ويتشربوا. من أول ما بيشربوا الكوباية استني دقايق وهيخش الهويس هيتفتح. طب عايزة تديله طاقة كده قبل ما يروح المدرسة، هتعملي له إيه؟ هتجيبي طبق وتحط فيه موزة تهرسيها ومعلقة زبدة فول سوداني ومعلقة عسل صغيرة ومعلقة شوفان صغيرة، تضربيهم مع بعض وياكلهم. تفرجي احتمال يروح المدرسة مشي أو جري كمان. في الآخر التويست إن الطفل مش بيعني، الطفل بيدور على البنزين، ولو البنزين غلط كل حاجة غلط. وإنك لما تصلحي أكل الطفل هتتفاجئي أو هتنبهري. ليه؟ سلوكه هيتحسن، نومه هيتحسن، تركيزه هيزيد، طاقته هتلاقيها بتعلى، زعله بيقل، أمراضه تقل لأن مناعته بتقوى، وبكرة يبقى إنسان بس نسخة أحسن منك بكتير.